السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. طبعا فاكرين حضراتكم في احدى الفيديوهات السابقة لما كان استاذنا وائل الصديقي حفظه الله اتكلم عن ان انت لو عايز في امريكا شغلانة بمرتب 20-30 الف دولار الشهر هتلاقي. وطبعا قلنا ان ده مش مستحيل، ولكن نسبة اللي بيعملوا 20-30 ألف دولار في الشهر هي أقل بكتير من 1%. فأنت هل ممكن تكون منهم؟ طبعا كل واحد وقدراته وكل واحد ورزقه. ولكن اللي حصل ان أستاذنا وائل الصديقي بعد كده قال ده 4000، ده الناس بتعمل 4000 دولار في الثانية و4000 دولار في الدقيقة. يا أستاذي بلاش المبالغات دي، لأن للأسف الشديد الأرقام الخرافية اللي انت بتديها جزافا دي بيسمعها البسطاء وبيصدقوها وبيفتكروها واقع. هو طبعا أي حد عايش في مكان بائس او اي حد عايش عيشة بائسة طبعا نفسه بتشرقب ان هو يسمع خرافات زي دي عشان توهمه بوجود جنة على الارض. ولكن هذا يا اخوانا غير صحيح، لان السبب ببساطة ان مفيش جنة على الارض. ما فيش 4000 في الثانية و4000 في الدقيقة و20-30 ألف الشهر لناس كتير. يا اخوانا الكلام ده مش صحيح، ما تصدقوش الخرافات دي. وبناشد الأستاذ وائل انه يخلي باله من الأرقام اللي بيديها، لأن الأرقام دي البسطاء بيصدقوها للأسف. كذلك انت تيجي تقول ان ماكدونالدز اللي بيشتغل فيه بيعمل 2000 دولار الشهر، وده غير صحيح لكثير من العاملين في ماكدونالدز. كثير من العاملين في ماكدونالدز بيعملوا اقل من ذلك، وفي منهم اللي بيعمل اقل من ذلك بكثير. ف2000 دولار الشهر دي مبالغة، إلا لو كان بيتكلم عن جروس باي قبل الضرايب والخصومات اللي هم بيصفصفوا لهم على 1400 دولار الشهر، ماشي، يبقى هو في الحالة دي هيكون صح. لكن لو هيقول ان اللي شغال في ماكدونالدز بيخش يجيبوا 2000 دولار الشهر، دي وسعت منه شوية او مبالغ فيها شوية، لان كثير منهم ما بيعملش الفلوس دي. طبعا حضراتكم أستاذنا وائل الصديقي بيقول يا جماعة ادوا للناس امل. يا سيدي ما اختلفناش، ادي للناس امل زي ما انت عايز، بس مش بالكذب. وكمان مش كل واحد يصحح لك معلومة غلط او معلومة كاذبة انت قلتها تقوم ترد عليه تقول له بروح امك، لان هذا لا يصح. وخاصة ان انت راجل يوتيوبر كبير ليك 1,000,000 متابع، فلا يصح ان انت تستخدم الفاظ غير لائقة. طيب حضراتكم أستاذنا وائل الصديقي في أول الفيديو السابق أقر، قال إن في أمريكا ناس عايشين في قصور وناس تانية عايشين 15 في الشقة، وده موجود في أمريكا وده موجود في أمريكا. بس بعد كده قال إن هذا خيارك. طبعا لا يا أستاذ وائل، مفيش حد هيختار إن هو يعيش مع 14 أو 13 أو حتى 10 في الشقة. ما تقوليش إن ده خيارهم، هم اضطروا لكده. فما تقوليش إن في أمريكا لو عايز تعيش في قصر، أي واحد نفسه يعيش في قصر هيعيش في قصر. أنت كده صدرت للناس خرافة. مش كل اللي عايز في أمريكا يعيش في قصر بيعيش في قصر، وإلا جنابك كان زمانك عشت في قصر منذ زمن طويل. وما تجيش تقولي إن أنت مش عايز تعيش في قصر، لأن القصر بعد ما مات سيادتك هتصدروا الولاية، لأن ده بيسري على الفلوس السايلة. كذلك انت برضو حساباتك في البنك بعد لما تتوفى، ربنا يديني وإياك الصحة وطولة العمر،
برضه هتاخدها الولاية. فسبب انك ما عندكش قصر لحد النهاردة هو سبب واهي. آه، لو انك انت بتقول انك انت عشان لو مت الولاية هتصدر القصر بتاعك، ده سبب وهي، لان اللي بيسري على القصر برضه هيسري على حساباتك في البنك. وبعد كده بيقول رجع يا اخوانا ونقض نفسه وعمل زي عبدة امريكا ومقدسيها، لما قال انت لو مش عايش كويس ما تبقاش عايش في امريكا، انت عايش في المكان اللي انت فيه بس انت مش عايش في امريكا. وده بالظبط انا كنت بلاقيه لما كنت بصور صور المتشردين او صور الزبالة اللي مالية الشوارع في امريكا. ولما كنت بظهر الحاجات دي كنت بلاقي ناس معلقين يقولوا لي نفس الجملة دي بالظبط. الكلام ده مش في امريكا، ده في المكان ده في منطقتك بس مش في امريكا. فسيادتك هو فحضاراتكم هو ده بعبدة امريكا ومقدسيها. استاذنا وائل للاسف الشديد عمل زيهم وقال انت لو مش عايش كويس ما تبقاش عايش في امريكا. انت عايش في المكان اللي انت فيه. يعني بصراحة حاجة فعلا غريبة فعلا. المهم هو ابتدى الفيديو بتاعه بكفر لصورة نسوان. ليه؟ عشان يصدر للبسطاء ان انت لو رحت امريكا هتغرف من النسوان وان النسوان سهلين وكلام فارغ من ده. هو طبعا ما قالش الكلمة دي في الفيديو صراحة، بس هو بيدي إيحاءات بذلك. وبرضه في وسط الفيديو لما قال موزز هذه أمريكية ومش عارف إيه، بيدي إيحاء للبسطاء إن الأمريكية سهلة، وهذا غير صحيح. كذلك حضراتكم لما جه قال الدنيا هي يا اخوانا سهلة والدنيا رايقة والناس مبسوطة والناس مش عارف ايه. سيادتك اللي انت عملته ده اسمه فسحة. حضراتكم انت ممكن تتفسح في اي حتة تختارها في افريقيا، حتى في افقر دولة في افريقيا هتلاقي مناظر جميلة ومناظر جذابة، وفي افقر دولة في اسيا وفي افقر دولة في امريكا الجنوبية وفي افقر دول العالم هتلاقي مناظر جميلة ومناظر جذابة، وتقدر تتفسح وتشوف قصور وتشوف ناس عندها يخوت وناس عندها قصور وناس عندها وناس عندها. فما تجيش بقى ايه تقول اهو واهو واهو وانت نفسك لا تملك شيئا على غرار هذا المستوى. فما فيش داعي انك انت تصدر للبسطاء خرافات وتقول بعد كده ايه ده متاح لكل الناس انها يبقى عندها قصور وقسط على راحتك. لان انت نفسك عارف ان دلوقتي بالذات الموضوع اصبح اصعب من اي وقت مضى، لا خاصة ان الفايدة موضوع انك انت تشتري بيت اصبح اصعب من زمان بكتير جدا، خاصة حاليا ان الفايدة على القسط بتاع البيت اصبحت 6%. لما كانت الفايدة 2% بنتكلم عن فايدة مركبة، فلو القسط مثلا يعني كان 400 كانت الفايدة عليه تبقى 1100. لو الفايدة كانت 2%، حضراتكم ليكم انكم تتخيلوا لما مع فايدة 6% $400 هيبقى عليها فايدة قد ايه؟ يعني ضعف 1100 دي. يعني هتلاقي نفسك بتتكلم عن اقساط ضربت في 3000 وعدتها. وطبعا ده لو بتكلم عن قسط 400، انا بدي مثال، القسط هيبقى اعلى من كده بكتير والفوائد اللي عليها تبقى الافات. فلما يجي استاذنا وائل ويقول اشتري وقسط بعدين براحتك، لا دي مصيبة لو انت عملت كده. لان انت لو قعدت لشهور ما تدفعش قسط البيت هيتاخد منك وكل الفلوس اللي دفعتها فيها تضيع عليك، والقسط اللي هو الداون بيمنت او القسط المبدئي ده برضه هيضيع من عليك، ايا كان 80,000 100,000 200,000 هيضيع من عليك. فالطريقة اللي صور بيها أستاذنا وائل الموضوع شراء القصور على أنه أمر سهل هي للأسف
فيها كذب وتدليس على البسطاء وإيهام وتصدير للوهم وتصدير للخرافات. فلا تصدقوا ان موضوع شراء القصور او حتى البيوت في يومنا هذا سهل. فبيقول ان اللي عايز يعمل اي حاجة في امريكا بيعمل. وطبعا حضراتكم لا، الكلام ده مش صحيح. مش كل اللي عايز يعمل حاجة في امريكا بيعملها. ايوه، في ناس بتجتهد وربنا بيوفقها، في ناس بتجتهد ما بتوفقش. فمش كل اللي عايز يعمل حاجة في امريكا بيعملها. مش هقول ان في حاجة مستحيلة، بس في حاجات صعبة المنال، ودي حاجة لازم نقر بيها ونعترف بيها. مش كل اللي انت عايز تعمله في امريكا سهل انك تعمله. الكلام ده غير صحيح. ده غير ان انت يا استاذ وائل مرة تقول ان شايفين يا جماعة دي بيوت بتاعت ناس، دي القصور دي بتاعت ناس. ومرة تانية تقول ان دي شواطئ عامة. هي دي شواطئ عامة ولا بيوت بتاعت ناس؟ انت كده نقضت نفسك مرة تانية، زي ما نقضت نفسك لما قلت تقدر في أمريكا ناس بتعيش 15 في الشقة، ومرة تانية تقول لو وضعك مش كويس يبقى ده مش في أمريكا، ده عندك بس. فأنت نقضت نفسك مرتين في نفس الفيديو ده. حضراتكم طبعا مش الهدف يا أخوانا من الفيديوهات بتاعتي إن أنا أقول للناس تهاجر او ما تهاجرش، ولا الهدف من فيديوهاتي ان انا اقول لكم ان مستحيل انك انت تحقق نجاح في امريكا. لا طبعا، بالتوفيق للجميع. وانا الهدف من فيديوهاتي ان الناس تكون بس بتتعامل مع الامور بواقعية. ما تروحش وانت في ذهنك خرافات عن امريكا وبعد كده تتصدم بواقع مغير تماما للخرافات اللي انت عمال تسمعها على اليوتيوب. أرجو أن الرسالة تكون وصلت، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.